يا صديقي إنك أنت ممكن تحفظ القرآن كاملا في 15 دقيقة فقط. لحظة، قبل ما تستغرب وتندهش وتستنكر وتتعجب، تعال أفهمك بحسبة رياضية ومعادلة رياضية إزاي دوت ممكن يحصل بمنتهى البساطة بمنتهى السهولة. تعال نفهم مع بعض إزاي. لو أنت بس وفرت في اليوم الواحد 15 دقيقة فقط لحفظ القرآن، هتفرق معاك كتير أوي. وقبل ما تيجي تقول لي ازاي انا مشغول ما عنديش وقت، تعالى اقول لك هو اليوم فيه كام دقيقة؟ اليوم فيه 1440 دقيقة. انت متخيل؟ 1440 دقيقة مش فاضي فيهم 15 دقيقة تحفظ فيهم آيتين فقط من القرآن؟ ايوه، لا 5 آيات ولا 7 آيات ولا 10 آيات، آيتين فقط من آيات القرآن هتحفظهم في 15 دقيقة. وعلى مدار السنة اللي هي فيها كام يوم؟ 365 يوم، تحفظ آيتين كل يوم في 15 دقيقة. متخيل بعد سنة هيكون معاك كام آية انت حافظها؟ 730 آية انت حافظها. يعني ايه 730 آية؟ يعني سورة البقرة كاملة، سورة آل عمران كاملة، سورة النساء، وكمان سورة المائدة. يعني يعني 4 سور من السور طوال. يعني تلت القرآن معاك لو انت بس حافظت على والتزمت بيه 15 دقيقة فقط يوميا لحفظ القرآن. ألا يستحق القرآن أن توفر 15 دقيقة؟ أليس هذا هو القرآن الذي سيكون شفيعا لك يوم القيامة؟ أليس هذا هو القرآن الذي سوف ينير قبرك المظلم؟ ألا يستحق 15 دقيقة فقط توفرهم لصديقك القرآن